السلام عليكم. اللي زار منكم أو لسه هيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف عشان يسلم عليه هو وصاحبيه، هل فكرت إيه اللي ورا السياج النحاسي ده؟ طيب هل فكرت المسافة بينك وبين قبر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ هل فكرت في وضع الجسد الشريف داخل القبر عامل إزاي؟ قدم مين اللي ظهرت تحت التراب أثناء الحفر لإعادة بناء الحجرة الشريفة واللي جعلت علامات الهلع والرعب تبدو على وجه عمر بن عبد العزيز؟ هل فعلا كان هناك محاولة لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر الشريف من خلال سرداب تحت تراب الحجرة الشريفة؟ وما علاقة نور الدين محمود زنكي بهذا الأمر؟ لو حابب تعرف إجابات كل الأسئلة دي يبقى لازم أولا تصلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وتضغط زر الإعجاب وتشترك بالقناة ثم تابعني تعرف الإجابة. لما مات حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم احتار الصحابة في اختيار مكان دفنه، لكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مات نبي إلا ودفن حيث قبض. ومن هنا قرر الصحابة أنهم يدفنوه في المكان الذي توفي فيه، ألا وهو حجرة السيدة عائشة، بل إنهم إمعانا في تطبيق السنة النبوية أزاحوا السرير الخشبي المتواضع اللي كان بينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي مات عليه عشان يحفروا القبر مكانه. لكن قبل ما نكمل القصة خلينا نرجع ورا 11 سنة لأول يوم جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة عشان نوصف حجرة النبي وحجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، بركت ناقته القصواء في أرض الفضاء ملك غلامين يتيمين هما سهل وسهيل ابن عمرو بن رافع من بني النجار، فدفع سيدنا أبو بكر 10 دنانير من الذهب ثمنا لها، وكان أول وقف في الإسلام. خط الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أبعاد المسجد على الأرض، وبدأ المسلمون في بناء المسجد، واستمر ذلك 7 أشهر. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته سودة بنت ذمعة وعائشة حجرتين في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد. المسجد الأول كانت مساحته 60 في 70 ذراع، أي 30 في 35 متر، أي 1050 متر مربع تقريبا. له جدران من الطوب اللبن وأعمدة من جذوع النخل تسمى أسطوانات، والسقف من سعف النخيل والطين، وله 3 أبواب من الشرق والغرب والجنوب. صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا، فلما تغيرت القبلة نقلوا السقف والاسطوانات إلى الناحية الجنوبية، وتركوا جزءا منها يقوم فيه أهل الصفة من فقراء المسلمين، كما أغلقوا الباب الجنوبي وفتحوا واحدا آخر في الناحية الشمالية عوضا عنه. ودار عائشة كما وصفها الإمام السمهودي رحمه الله كانت تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول يسمى البيت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم فيه وينام ويستقبل الزائرين، وأبعاده من الجنوب 4 أمتار و90 سنتيمترا، وهو المكان الذي يقف فيه من يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناحية الشمالية 5 أمتار و24 سنتيمترا، ومن الناحية الشرقية 3 أمتار ونصف، ومن الناحية الغربية 3 أمتار ونصف، وهي الناحية الملاصقة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والروضة الشريفة. وارتفاع بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل من 2 متر، وجدرانه من الطوب اللبن، والسقف من جريد النخل والطين. وفيه قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما الجزء الآخر يسمى الحجرة، وهي عبارة عن سور من جريد النخل ارتفاعه 1.60 مترا تقريبا، ويفتح فيها البيت، وتفتح للخارج إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبر باب مغطى بستارة من الصوف الأسود. وهذه الستارة التي كان يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الأخير لينظر إلى المسلمين وهم يصلون في المسجد. وفيه قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وهنا الجدار الغربي للحجرة بطول 7 أمتار، وهو الحد الشرقي للروضة الشريفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نرجع ليوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عام 11 هجرية.
قام سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بحفر القبر مكان سرير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الغربية الجنوبية من الحجرة، على بعد حوالي شبر من الجدار الجنوبي. وتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى الناحية الجنوبية اللي هي ناحية القبلة، ورأسه ناحية الروضة الشريفة، وقدماه ناحية البقيع. يعني حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وانت واقف بتسلم عليه بينظر تجاهك وبيصل سلامك، لكن المسافة اللي بينك وبين الجسد الشريف قد ايه؟ ده اللي هقوله لك بعد شوية، بس صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها نقلت سريرها إلى الناحية الشمالية، ووضعت ستارة من قماش بينها وبين القبر. في عام 13 هجرية مات سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ودفن خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه عند كتفه. وقامت السيدة عائشة رضي الله عنها بتحريك الستارة لتفصل القبرين عن باقي حجرتها. وقام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ببناء حجرة السيدة عائشة من الطوب اللبن بدلا من جريد النخل، وأطال جدرانها. في عام 23 هجرية طعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما علم أنه مفارق استأذن عائشة في أن يدفن بجوار صاحبيه، فآثرته على نفسها ودفن رضي الله عنه خلف أبي بكر. ولأنه رضي الله عنه كان طويلا فلقد وصل القبر إلى الجدار الشرقي للحجرة. وقامت السيدة عائشة رضي الله عنها باستبدال الستارة بجدار من الطوب اللبن، لأن عمر كان محرما عليها. وعاشت السيدة عائشة في هذا المكان المتبقي من حجرتها قرابة 35 عاما. في عام 58 هجرية توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها، فتم غلق باب الحجرة نهائيا ولم يدخلها أحد. في عام 88 هجرية في عهد الوليد بن عبد الملك كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة. توفيت جميع أمهات المؤمنين وقد تم غلق جميع حجراتهن. وذات ليلة وبينما كان أحد المسلمين يقيم الليل بالمسجد النبوي إذ سمع صوت سقوط شيء مروع يصدر من الحجرة النبوية، فهرول مسرعا تجاه والي المدينة عمر بن عبد العزيز ليخبره بما سمع. فجاء عمر ومعه بعض كبار المسلمين، وإذ به يرى أن الجدار قد تهدم، فأمرهم بتغطية القبور والجدار بالأقمشة، وعين عليه حراسا حتى الصباح. وبعد التشاور مع الوليد بن عبد الملك وكبار علماء المسلمين تقرر هدم الحجرة النبوية وإعادة بنائها، وكذلك إزالة جميع حجرات أمهات المؤمنين وتوسعة المسجد النبوي من الناحية الشرقية والغربية والشمالية. استدعى عمر بن عبد العزيز أمهر بناء المدينة في ذلك الوقت وهو وردان البناء. أثناء حفر الأساس للجدار الشرقي من الحجرة توقف وردان عن الحفر وارتد إلى الخلف، وبدت عليه علامات الهلع، قد ظهرت قدم تحت التراب. فزع وردان وارتعد عمر بن عبد العزيز خوفا، لكن عروة وقيل إنه عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب طمأنه قائلا: أيها الأمير، لا يروعنك ما ترى، إنها قدم جدك عمر بن الخطاب، ضاق البيت عنه فحفر له في الأساس. فهدأ عمر وقال وردان: غطي ما رأيت. ففعل. بنى عمر بن عبد العزيز الحجرة الشريفة من حجارة الحرة السوداء التي تشبه حجارة الكعبة، وجعلها مصمتة لا باب لها ولا نافذة، وبناها على نفس أبعاد الحجرة القديمة، غير أنه زاد في ارتفاعها فجعله 6 أمتار و13 سنتيمتر، وجعل سمك جدرانها 73 سنتيمترا، إلا الشرقي كان 63 سنتيمترا فقط، وجعل سقفها من الخشب المتداخل. واحتاج وردان أن ينزل داخل الحجرة الشريفة حتى يتمم البناء وينظف ما وقع فيها من المخلفات، ورغب في مساعد له. فهم عمر بن عبد العزيز أن ينزل، ولكنه رأى الجميع متحفزا للنزول فرفض وامتنع هو الآخر قائلا: والله لا نؤذيهم اليوم بكثرتنا، وأمر فقط مولاه مزاحم لينزل مع وردان. انتهى العمل في الحجرة النبوية الشريفة عام 91 هجرية، وكانت هي المرة الأولى التي يدخل فيها أحد الحجرة الشريفة بعد غلقها في عام 58 هجرية
بعد وفاة السيدة عائشة. ويوجد ملاصقا للجدار الغربي للحجرة الشريفة صندوق خشبي قيل أن به المصحف الذي كان يمسك به عثمان بن عفان كرم الله وجهه حين استشهد، وقيل أنه لحفظ العطور والبخور لتعطير وتبخير الحجرة الشريفة. ثم أتبع بناء الحجرة الشريفة ببناء آخر حولها من نفس الحجارة، وأيضا ليس له أبواب ولا نوافذ، ولكنه جعله خماسي الشكل بجدارين من الناحية الشمالية حتى لا يستقبل المسلمون القبر عمدا في الصلاة ولا يجعلونه قبلتهم ولا يطوفون حوله. ذكر بعض المؤرخين أنه في عام 557 هجرية رأى السلطان نور الدين محمود زنكي في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجد به قائلا: أنجدني من هذين الرجلين يا محمود، ويشير له على رجلين أبيضين أشقرين. فقام السلطان فزعا وصلى من الليل ما شاء الله له ونام، ولكن الرؤيا تكررت أكثر من مرة: أنقذني من هذين الرجلين يا محمود، أنقذني من هذين الرجلين يا محمود. فاستيقظ قائلا: والله لا نوم بعد الآن. واستدعى وزيره جمال الدين الموصلي، وكان رجلا تقيا، فقال: اكتم خبر الرؤيا ولتذهب إلى المدينة المنورة. وأخذ معه الهدايا والعطايا، وأقام بمسجد النبي، وأمر باستدعاء الفقراء لينالوا الصدقات والأغنياء ليسلموا على السلطان. فحضر الجميع وهو يتفحص وجوههم بحثا عن هذين الرجلين، فلم يجدهما، فسأل: أما هناك من أحد لم يأتي؟ فقيل له أن هناك رجلين صالحين تقيين غنيين لا يحتاجان إلى الصدقات. فأمر بإحضارهما، فجاء فإذا به يتهلل فرحا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما اللذان رآهما في الرؤيا. فأمر أن يصحباه إلى منزلهم، فإذا به يجد في إحدى الحجرات سردابا تحت الأرض أوشك على الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما وبحفر خندق حول الحجرة النبوية، ثم صب فيه الرصاص حتى لا يستطيع أحد النفاذ إلى قبر النبي. في عام 654 هجرية احترق المسجد النبوي للمرة الأولى، فتضرر سقف الحجرة الخماسية. وفي عام 668 هجرية شاهد السلطان الظاهر بيبرس وهو في زيارة للمسجد النبوي بعض الممارسات الغير شرعية من بعض المسلمين الزائرين تجاه جدار الحجرة الخماسية من تمسح وتبرك، فقام بعمل سياج خشبي بارتفاع 3.5 متر حول الحجرة الشريفة حتى يكتفي المسلمون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. ولكن في عام 886 هجرية وتحديدا في 13 رمضان شب حريق هائل وهو الحريق الثاني، فأدى إلى احتراق ذلك السياج الخشبي. فقام السلطان الأشرف قايتباي بتصميم وصناعة السياج النحاسي في مصر، وأرسله إلى المسجد النبوي وهو الذي لا يزال قائما حتى الآن. في عام 678 هجرية قام السلطان قلاوون ببناء قبة خشبية صغيرة فوق الحجرة النبوية، ثم بناء قبة أخرى كبيرة فوقها وفوق الحجرة الخماسية، سميت بالقبة البيضاء لأنها كانت تلمع في ضوء الشمس. في عهد السلطان قايتباي في عام 881 هجرية حدث تصدع في الركن الشمالي الشرقي من الحجرة الخماسية، فاستدعى مجموعة من العلماء وعلى رأسهم الإمام نور الدين السمهودي، وهو أحد كبار علماء المدينة في ذلك الوقت، وهو مصري ولد في قرية سمهود وهي إحدى قرى مركز أبو تشت محافظة قنا، الذي رأى أن يسألوا أهل الذكر من البنائين الذين أجمعوا أن التصدع لن يبدي معه ترميم، وأن الهدم وإعادة البناء هما الحل الأمثل، خصوصا أن الجدار الداخلي قد مال على الجدار الخارجي فصدعه. دخل السمهودي إلى الحجرة النبوية ولامس حصاها وقاس أبعادها ووضع لها وصفا دقيقا جعله في كتاب وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى، وهو المرجع الوحيد الذي يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإضافة إلى الوصف الدقيق لأبعاد الحجرة الشريفة الذي أوردناه سالفا، فلقد وصف أرضها وصفا كافيا شافيا قائلا: أرضيتها حصباء حمراء ندية ليس لها غبار، وهي أقل ارتفاعا من أرض المسجد مسافة ذراع واحد، لا تكاد ترى القبور من تسويتها بالأرض، فهي غير مرتفعة
وإنما مسنمة شيء بسيط، أي ارتفاع بسيط لا يكاد يرى. أعاد قايتباي بناء الأجزاء المتهدمة من الجدار الداخلي والجدار الخارجي، ثم قاموا بملء الفراغ بين الجدارين بمادة الجص، وقاموا ببناء قبة خشبية صغيرة ارتفاعها 226 سنتيمترا فوق الحجرة النبوية، ثم قاموا بإعادة بناء القبة الكبيرة التي كانت فوقها وفوق الحجرة الخماسية. وبعد تمام بنائها خرج الإمام السمهودي رحمه الله من الحجرة النبوية في 7 من شوال عام 881 هجرية، وتم غلقها نهائيا. ومنذ ذلك الحين وحتى هذا اليوم لم يدخل أحد الحجرة النبوية، ولم يرى القبور أحد، ولم يتم تصويرها. وفي عام 1233 هجرية أعاد السلطان العثماني محمود الثاني بناء القبة الكبيرة، ثم تم طلاؤها باللون الأزرق وسميت بالقبة الزرقاء. وفي عام 1253 قام السلطان محمود الثاني أيضا بتغيير لون القبة من اللون الأزرق إلى الأخضر الموجودة عليه الآن. وحديثا وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم عمل كسوة خضراء للجدار الخماسي لا يزال موجودا حتى الآن. أخيرا نأتي إلى إجابة سؤالنا: كم المسافة بين الزائر وبين الجسد الشريف؟ المسافة بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقبره تماما 7 أمتار، فضاء يقف فيه المرشدون 92 سنتيمترا، ثم حاجز نحاسي 10 سنتيمترات، ثم فضاء بين الحاجز النحاسي والجدار الخماسي 4 أمتار و14 سنتيمترا. الجدار الخماسي وجدار الحجرة والفراغ بينهما بمسافة 1.61 سنتيمتر، ثم الفراغ بين الجدار والقبر 23 سنتيمترا، ثم القبر وفيه الجسد الشريف. أما من الناحية الشمالية فالمسافة 17 متر، ولكن أقرب مسافة لرأس النبي صلى الله عليه وسلم هي المواجهة لشباك صغير في الجهة الشرقية من الروضة الشريفة، وتبلغ حوالي 5 أمتار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا اللهم زيارة قبره الشريف، واسقنا بيده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. السلام عليكم.